مكتوبة على أول الفيلم، وهي: إهداء إلى الجنوب المطارب بخبيئته، سلام إليك يوم تموت، سلام إليك يوم تبعث حي. الجنوبي هنا مقصود بيها، أو هو قصد بيها نفسه، لأنه أصلا من أبناء محافظات الجنوب سوهاج. وخبيئته هي الرائحة، كما أخبرتنا عنها الجادة: رائحتك إن لم تتبعها مت مختنقا به. هناك. من أدراك بأنني قادم؟ رائحتك إن لم تتبعها مت مختنقا بها تماما. الفيلم بيبدأ على القرية من غير صوت، كأن مفيش فيها حياة. بعد كده أول ما دخل الغريب القرية، الصوت بيبدأ في الظهور، اللي يدل إن الحياة ابتدت تدب في الأرض. بيأكد المخرج عن عدم وجود حياة في القرية عن طريق جملة جالها على لسان الغريب، وهي: يا أهل هذه الديار، يا أهل هذه الديار. جملة أصلا معتادة أن تتقال عند زيارة الناس القبور، مش جملة عادية. يا أهل هذه الديار. في بداية الفيلم استخدم الأبنودي تشبيه صعيدي جميل، عن طريق إنه يشبه الرجالة بالنسبة للستات زي البرج بالنسبة للحمام، مصدر أمان ليه. يا برج عالي في طريق واحد، لما وقع شد الحمام وراح. اشتغلوا كتير من شروق الشمس حتى مغربها. الجملة دي مصداقيتها بتبان لما نشوف الناس اللي بتهاجر من الصعيد للقاهرة أو مصر زي ما بيقولوا عليها، وتشتغل بال12 وال13 أحيانا 14 ساعة. في الآخر الموضوع ما بيرساش على تحقيق حلم شخصي، أكل وشرب ولبس بس لأهل البيت. حتى الناس اللي بتهاجر لأرض الذهب الأسود، الخليج، بيرسى برضه الموضوع على أكل وشرب ولبس. صحيح العيشة بتبقى أعلى طبقة، أكثر آدمية، بس برضه أكل وشرب ولبس، ومفيش حلم شخصي بيتحقق لأي حد، أو حتى بلد الأحلام نفسها. أمريكا زي ما كانوا بيقولوا عليها زمان، بسبب حواجز كتير بتدخلها: حاجز اللغة، حاجز العادات والتقاليد. الموضوع بيرسى على برضه أكل وشرب ولبس، مفيش حلم شخصي. مفيش حد حقق حلم شخصي بالهجرة إلا القليل. الهجرة مش هي اللي بتحقق الحلم. الغريب برضه إنك كنت ممكن تشوف إن الناس كتير أوي من الهجرة مكانتش بتهاجر بخاطرها، لدرجة إن هو الفيلم مصداقيته كان بيخليهم يتحملوا عربية زي البهايم غصب عنهم، مش عايزين يهاجروا ويسيبوا بيتهم. دلوقت وحالا كل رجالة النجع الصغير قبل الكبير، الدنيا جات لكم لغاية عندكم. هاخدكم لهناك حيث أرض الذهب، والذهب منه الأصفر والأبيض والأسود. هتشتغلوا كتير من شروق الشمس حتى مغيبها، وقصاد كده كل اللي بتحلموا بيه واللي لسه ما حلمتوش بيه شبيك لبيك ملك ايديك. ايه رأيكم يا ستات يا هوانم؟ ما انتم عارفين البلحات من السنة لانها ما بيقضيش مصلحة ولا بيحمي عيالكم من الموت اللي بيخطفهم، ومحدش سأل فيكم، انتم ما تهموش حد. ايه رأيك في الكلام يا سيد؟ هتورث؟ أما كشفت راسها بعد زوجها ما مات، لأن هو اللي كان بيحميها من الشمس زي الطرحة بتاعتها. يعني حالة كشف الراس دي لما الزوج بيروح حصلت أكتر من مرة في المسلسل، زي في الخيانة في حالة شفا لما خانت زوجها قدرت كأنه راح من حياتها كشفت راسها. وفي حالة مرات سلمان لما زوجها قتل الكفيل، وزي ما قالت ودوه لمكان بعيد محدش يعرفه، برضه كأنه مات فكشفت راسها. يعني الحكاية إن الشمس حتى زوج أمنة لما مات، المخرج وضح لك الجزء ده في أول الفيلم لما كان بيقول: نوح يا غراب على اللي قتلت الغربة،
هو الوحيد اللي سمعها، وهو الوحيد اللي مكانش عايز يهاجر. والغراب اصلا في الصعيد اصلا مثل للشؤم، وغير كده هو في الدين اصلا مثل للموت، لان هو الحد علم الانسان الموت، علم الانسان الدفن. وخدها العبر وقال يا بكر وينهني نوح يا غراب على اللي قترة الغرب، نوح يا غراب على اللي قترة الغرب. اتفضل يا سيدي الصغير. رضوان الكاشف لما كان عايز اغنيه عشان يحطها للفيلم، كلم عبد الرحمن الابنودي وقال له انا عايز اغنيه ما فيهاش اي حاجه وفيها كل حاجه. عبد الرحمن الابنودي ما كانش عنده افكار، فراح لفاطمه قنديل واستخرج منها موال صعيدي زمان اسمه بيبه. بيبه عمي حمد. بس اللي اتعلقت معايا في الاغنيه الجزء اللي غيره رضوان الكاشف: يا احمد علي بيع الناخل وهات لي دهن راسي، بيع الناخل يا احمد علي ولبسني كرداني. الكردان سبب سفر وهجرة زوج شفا اصلا عشان يجيب لها كردان. هنا كانها بتقول له انه كان ممكن يقعد ويبيع بلح النخل الجليل لغايه ما يجيب لها كردان، بس ما يسيبهاش. يعني كانت اصلا حزنها ان هو ما يسيبهاش وممكن يقعد معاها هنا ويجيب النخل، يجيب لها الكردان اللي هي كانت بتحلم بيه. بيع الناخل يا احمد علي ولبسني كرداني، لبسني كرداني لبس يا. انا اخر يعني فيلم هنا انا عامل غنوه في فيلم عرج البلح، دي ما انا مانيش كاتب فيها لانه هو مخرج عرج البلح رضوان اخوك رضوان الكاشف. قال لي يا عم عبد الرحمن عايزين غنوه ملهاش معنى وليها كل معنى. يعني انا حامل لك غنوه ملهاش اي معنى ومليئه بالمعاني. فلجأت لفاطمه قنديل الكنز الحقيقي في حياتي، فاخدت غنوه كانت بتقولها لي وهي صغيره وكان ليها غنه حلوه كده، هتقول لك بيبه عمي حماده بيبه، بيبه جاب لي طباق بيبه، بيبه مليان نباق بيبه، بيبه قال لي كلي بيبه، بيبه قلت له ما كلش بيبه، بيبه وديه لامك بيبه، بيبه وامي بعيد بيبه، بيبه بحر الصعيد بيبه، بيبه والصعيد مات بيبه، بيبه خلب بنات بيبه، بيبه خلب بنيه بيبه، بيبه قد القطيه بيبه، بيبه خدها علي بيبه، بيبه زار النبي بيبه. احمد قرر يتجوز سلمى وتقدم لها، طريقه تقديمه نفسه ليها كانت حلوه جدا. جوزني سلمى مع محمد اسماعيل، جوزني كان في عيلين كانوا بيلعبوا مع بعض، فالعمة سليمة مسكت الواد وفضلت تضرب فيه كأنها بتعاقب نفسها على اللي كانت بتعمله معاه، لدرجة إنها كانت تغرق الواد. هي اقتنعت إن فترة من فترات إنه غرق، بس الحمد لله يعني الموضوع ما كانش كمل لآخره زي ما وضحها مع أحمد لما كانت عايز تأذيه، ما كملش لآخره. الجوع التانية لما عرفوا برحيل الرجالة قرروا يروحوا يسرقوا بلح القرية وخيرها، بس لما راحوا أحمد حاول يصدرهم بس معرفش لأنه لوحده، فالستات قررت تقعد تحرس الأرض وتخوفهم زي ما خيال الميتة بيخوف الطيور، ولما خافوا ما قدروش يرجعوهم عايروهم بشفا، فشفا حرقت نفسها، وهما بيقوموهم كانوا بيقولوا لهم واه يا شمس وان غبت يا شمس ما يغيب ضلك. الأغنية دياتي بتمثل إن الشمس أصلا هي الخطر اللي بتمثل فيهم هما، والظل هنا رجالتهم اللي غابت. واه يا شمس، واه يا شمس، وزرعناك يا شمس ضد. إنك عيسى بالرجالة وتنظل فتح على حطامة، إنك عيسى بالرجالة. سلمى بعد ما موت العم شافها كانت بتحاول تحيا ذكرها، فدخلت أوضتها وكانت بتحكي ازاي عنها جميلة وكانت مهتمية بنفسها لدرجة إن هي الوحيدة في البلد اللي اتصورت وهي الوحيدة في البلد اللي جالها سر النحاس، بتدل ازاي على جمال العم شافها. وكان في مشهد تاني
لما كانت قاعدة معاه في الحمام كانت حاسة إن نسيتها راحت قبل لما تخون جوزها مع الطبال بعد سفر المدة وشوقها ليه، فيدل لكل دوتي بيدل إن هي كانت ست جميلة. الجد خرج من المكان اللي دخل منه الغريب، ومع خروجه الرجالة رجعت. زرعة أحمد في البلد صعب إنها تتخلع زي الفرن بتاعه. لما حسن حاول يكسره الطريقة هي اللي اتكسرت، برغم الفرن اللي رجالة البلد كانوا بيبنوه. سلمى لما قعدت عليه كسرته. زرعتهم خاوية، مش زي زرعته هو شال البلد كلها لوحده. هما نفسهم لما كانوا قادرين ما كانوش قادرين يشيلوا البلد. خير أحمد في البلد هو الوحيد اللي طلته أهل البلد، لأنه لما طلع العالية خيره اتوزع على البلد كلها وشربت من العلاقة، إنما خيره الرجالة كان بيتسرق من أهل النجوع التاني. وأحمد بطلوعه للعالية هو الوحيد كده اللي قدر يحقق حلمه، فالرجالة غارت من زرعته اللي في البلد اللي مش عارفين يحوشوها، غارت من إن هو الوحيد فيهم اللي قدر يوصل لحاجة من اللي حلم بيها. هما ما قدروش، فقرروا يقتلوه مع حلمه وقطعوا الشجر، ومات أحمد وخرج مع الجد من الطريق اللي خرج منه. لازم النخلة العافية العالية. شنبة خاطف في غيبتنا، كفة معلمة على كل دنشة، على كل حيطة، على كل فرن. أشرب